يلا نعمل مع بعض دوناتس بطريقة مختلفة وجميل جدا وهش جدا ومش هياخد منك أي حاجة، والكمية اللي انت شايفاها قدامك دي من ربع كيلو دقيق. شايفة؟ اللهم زد وبارك. يلا بقى نسمي الله ونصلي على رسول الله. بجد وحشتوني جدا ووحشني قوي الرغي معاكم، وانتوا عارفين طبعا حكاياتي اللي ما بتخلصش في المطبخ. يلا بقى ايه، هنجيب ربع كيلو من الدقيق، هننزل عليهم عشان ما توهكوش. ربع كيلو من الدقيق عليهم معلقة كبيرة من الخميرة الفورية، وكمان معلقة ونص من السكر، أي نوع سكر، باودر بقى سنترفيش زي ما انت عايزة، وبيضة متوسطة أو صغيرة عادي مش هتفرق. بس تكون بدرجة حرارة المطبخ. وبعدين هننزل عليها بالفانيليا فوق البيضة كده ذات نفسها. وهنجيب حوالي نص كوباية كده من اللبن الدافي، وهنبدأ ننزل بالمعلقة واحدة 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 واحدة، ننزل باللبن سوري واحدة واحدة لحد لما ايه العجينة تتلم كده معانا وتتعجن وتبقى تمام. واللبن يكون دافي كده زي درجة، يعني زي دمعة العين. تمام، هتفضلي تعجني. وبعد كده خلاص العجينة اتلمت معاكي، هتجيبي معلقة كبيرة من الزبدة أو السمنة، زبدة أو سمنة لكن مش هينفع زيت، كده كده هتقليه في الزيت أصلا. وهنبدأ نعجنها كويس جدا زي ما انت شايفة كده، بحيث ان الزبدة سوري تدخل فيها يعني. هي بتاخد شوية عجن كده محترم يعني. بعد كده هنسيب العجينة ترتاح علشان الجلوتين اللي فيها كمان يرتاح. وهنبدأ بقى ايه، نسيبها كده مثلا حوالي نص ساعة لساعة، هنغطيها وهنسيبها في مكان دافي. لو ما عندكيش مكان دافي كده لان الدنيا متلجة في كل حتة ولعي لها البوتاجاز كده شوية ترتاح جوه في الدفا عشان تخمر. وبعدين هقولك هنعمل ايه، بس انتي ولعي البوتاجاز، سيبيه يسخن 5 دقايق واطفي البوتاجاز، وبعدين حطيها متغطية كويس. بقى عندك بقى كيلينج فيلم. انا كنت عايزة اعمل حركة المحترفين ما جاتش معايا الصراحة. شفتوا الكسفة؟ بس عادي يعني، انتوا اخواتي حبايبي. هنا بعد ما خمرت بقى انا سبتها ترتاح كده حوالي ساعة، وبعدين بعد ما خمرت هبدأ اقطعها. هنرش الدقيق على على الكاونتر او على المكان اللي انت بتشتغلي عليه. وبعد كده بصي انا عايزاها سمكها ما يكونش لا رفيع قوي ولا تخين قوي، يعني مثلا 1.5 سنتي، 1 سنتي، يعني فاهمة، عايزاها تكون تخينة شوية. تمام. حاولي تفردي يعني يكون السمك عريض شوية، عرض الصباع يعني، واخدة بالك. وبعد كده يا ستي هتقطعيها بالشكل بقى اللي انت عايزاه. انا هنا كنت طبعا المفروض اعملها من الاول للاخر، فانا عملت هنا ايه شطره، بس طبعا انا ما طلعتش شطره ولا حاجه، عملت المثلثات معوجه ما جاتش معايا مظبوطه. انت بقى هتاخدي الرول من فوق لتحت تعمليها زي النجمه، 1 2 3. هنا بعد ما تقطعيها بقى اهم حاجه تسيبيها ترتاح نص ساعه وتغطيها. وبعدين الخطوه بقى المهمه جدا لما تيجي تقليها، بص شايفه هي ما شاء الله منتفخه ازاي. ما تحطيش كتير في الطاسه، والطاسه تكون على نار متوسطه علشان ما تتحرقش مننا، هي كده كده تستوي بسرعة. وبعدين عشان ترتفع كده وتتنفخ وتبقى طعمها حلو وهشة وجميلة زي ما انت شايفة كده. ما تنسينيش بقى تعملي لي لايك وتعملي شير، واشوفكم على خير.